كثير من الناس يظن بأن الاستنجاء داخل في الوضوء. لا، الاستنجاء لا علاقة له بالوضوء. الاستنجاء هو إزالة للنجاسة فقط، لا يدخل في الوضوء. الوضوء يبتدئ من غسل اليدين، هذا هو الوضوء الشرعي. وأما الاستنجاء فهو غسل للنجاسة، بحال إلا قصك واحد النجاسة في الثوب وشديتيه وغسلتيه، ما عندها علاقة بالوضوء. ولذلك إذا لم تكن هناك نجاسة، الإنسان لم يتغوط، علاش غيستنجى؟ علاش غيأذي نفسه؟ خصوصا في الشتاء والبرد، بعض الناس تخرج منه الريح فيستنجي. ما علاقة الريح بالاستنجاء؟ حتى البول بالنسبة للذكر لا يستنجى منه إلا إذا انتشر، إلا إذا أصابك البول في ذكرك. أما إذا تبولت وخرج البول من مخرجه المعتاد فإنما يكفيك الاستجمار، كما قال ابن عاشر رحمه الله: وجاز الاستجمار من بول ذكر. فتستنجي، كتمسح بكلينكس، علاش تكتر عليك الماء والبرد وخصك الماء سخون وكذا وكذا؟ لماذا؟ لأن الناس لا يعرفون بأن هذه طهارة نجاسة لا علاقة لها بالوضوء اللي هو طهارة حدث.